بركاته. مرحبا بكم عند أميرة إسلام. إن شاء الله اليوم تعجبكم الوصفة تشيز كيك مبتكرة بطريقة جديدة وبطعم السنيكرز. نبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا هنايا عندي 200 غرام شوكولاتة، نزيد لها شوية زيت ونذوبهم مع بعض. هنا كما راكم تشوفوا فيها راني قاعده بعد ما ذابت زدت لها شويه نتاع كما قلت لكم الزيت وشويه شوكولا هكا باش تبرد ما تعودش سخونه بزاف باش نقدروا نخدموا بها. ومن بعد راح نحطها في المول تاع السيليكون. كما راكم تشوفوا هنا نتوما تحبوا ديروا اي مول سيليكون عندكم ولا تقدروا ديروها وحده كبيره. انا حبيت نديرهم هكذا شغل ديبار تاع سنيكرز. شوفوا هنا حطيت شوكولاته كما راكم تشوفوا، طريقه سهله وبسيطه بصح والطعم ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهنايا بعد ما حطيت الشوكولا خليتها على جنب وجبت اي بسكوت عندكم اللي تحبوه، اي نوع تحبوه، نرحيه ونذوب شويه زبده ونخلطوها كيما نديروا اي تشيز كيك. نبداو ديما اي بسكوت في زوج يعني طعمهم ما شاء الله. كيما هنا نحط كميه، انا حطيت زوج انواع نتاع البسكوت. هذا يعجبني ثاني ما شاء الله الطعم تاعو ولا اروع. نلحوهم ونجيبوا الزبده نذوبوها، زبده ولا مارغرين اللي عندكم، زوج مغارف، ممكن تجيكم اقل بعد ما تخلطوا مع البسكوت. هنايا بعد ما ذوبتها وشويه بارده نديروهاش سخونه بزاف، نخلطوهم مع البسكوت حتى يحكم روحو شويه باش نقدروا ما يتفرتتناش بزاف كي نحبوا نخدموا به، يحكم روحو شويه. نخلطوه مليح ومن بعد نحطوه فوق الشوكولاته اللي درناها. يعني طريقه سهله وبسيطه، هي عده خطوات بصح يعني سهله، يعني ما تكلفكش بزاف وما تعياش تم تخدميها وتفرحي بها عائلتك ولا اي ضيف يجيك يعني تحبيه. لو كان نجيب اي حاجه نضغط بها شويه البسكوت على الشوكولا باش يحكموا مع بعضهم. انا عندي هذه الملعقه نتاع العسل تاع اللوح، هذه قاعده نضغط عليه باش يحكم المكان تاعو. بعد ما نخلصوا كما شفتوا دركا عندي هنايا هذا عندي الكابريز لي بواط اللي تشروهم كابريز بطعم الشوكولاته. حبيتي ديري كراميل ديري اي نوع من الكراميل واي طعم يجيك على حسب الذوق نتاعك كيما تحبي. انا قلت لكم درت هذا نتاع الكابريز بطعم الشوكولاته. نحطوهم كامل وعندي هنايا كاوكاو كيما راكم تشوفوا فيه راهو محطوط حدا محمصاتهم مليح. خلصنا كيما قلت لكم عندي الكاوكاو مقسومه الحبه على زوج محمصاتهم مليح لان كلش طايب ماوش راح ندخلو يطيب في الفور. لازم نحمصوا الكاوكاو مليح باش يعطينا الطعم هذاك الروعه نتاع البنه تاع السنيكرز والقرمشه. خلصت عندي هنايا ما وريتلكمش يعني بزاف. عندي كاس نتاع شونتي بودر مع نص كاس نتاع ماء او حليب، خلطتهم مع بعضهم ونحطهم فوق الكاوكاو كيما راكم تشوفوا. كلكم تعرفوا تخلطوا لا شونتي، سهله وبسيطه يعني ما شاء الله. نسووهم مع بعضهم كيما راكم تشوفوا هنا ومن بعد نزيد نحط شويه نتاع كاوكاو هكا باش يعزز الطعم والقرمشه. بعد ما خلصنا عندي مازالت لي بقات لي شويه شوكولاته نغطيها بها هكذا، وكي نخلص تحطي الشوكولاته كامله حطها في المجمد. لازم على الاقل تجمد يعني مليح على الاقل ساعه ولا زوج، علاه باش من بعد كي نجبدها انا من ليمول تتجبد لي ما يتفرتتليش بزاف ما تكسرليش الشوكولا ولا البسكوت يتفرتت ما يغلبك باش تنحيه. هنا ثاني كيف بقات لي شويه الشوكولاته رايحه ندير
كمية وحدة صغيرة يعني مدورة. هذا راك تشوف فيه رز منفوخ، انا شريته وانتم تقدروا تخدموه في الدار. درته في الشوكولاته. رز المنفوخ هذا يعطي قرمشه ثاني مليحه على الكيف. وفي ال في ال في البلاره هذه عندي كاكاو المر البني مش الاسود، ونبدا نخلط فيه حتى يترمل البكل بالكاكاو باش نزين به التشيز كيك اللي درتها انايا. خاطر درت لكم هذوك اللي في لي بار على شكل لي بار نتاع سنيكرز، ودرت وحده شغل مدوره صغيره، بصح زينتها بالرز المنفوخ هذا. هنا بعد ما جبتها من المجمد دوكا نجبدوها بالشوي. اما الطعم والشكل ولا اروع. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها، مش راح تندموا. شوفوا كيفاش يتعلق الكراميل هذاك. شوفوا هنايا نص خليته بالشوكولاته ونص خليته هكذاك. هذه هي اللي زيناها بالارز المنفوخ كما شفتوه. درك نقطعهم وتشوفوا مع بعضاكم. ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو للاخر، وما تنسوناش باللايك والاشتراك اذا كنتوا جدد. وشهية طيبة، ومع السلامة. الفيديو